هو مش الرئيس مبارك رحل عن الحياة ونزل بيافطة ذا إند؟ طب ازاي طلع من التربة وخد الطيارة وراح مسافر على الهند؟ ولا يكونش ده أشتاتا أشتوت روحه اتجسدت في جسم إنسان وقرر يبقى موسيقار وفنان؟ ولا يكونش بقى ده توأمه؟ كلام كتير قوي منتشر على السوشيال ميديا حوالين شبيه مبارك الهندي، فلو عايزين تعرفوا مين الراجل ده وإيه هي حكايته وهل فعلا يقرب الرئيس مبارك ولا لأ، تابعوا الفيديو ده للآخر. فجأة كده وبدون أي مقدمات رجع الرئيس حسني مبارك الله يرحمه عايش، وبقى ظهوره مالي الفيسبوك بالفيديوهات، بس المرة دي ما كانش بيتكلم مصري، ده كان واحد شبهه بالظبط وبيتكلم وبيغني بالهندي. سبحان الله، فولة واتقسمت نصين، شكله وملامحه ده حتى نفس صوته شبيه حسني مبارك الهندي. اتصدر الترند على مرة واحدة مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى كل الناس على السوشيال ميديا عمالين يشاركوا مقطع الفيديو الخاص بيه، وده خلال مشاركته في برنامج المواهب الغنائية انديا ايدول، وكمان هو الموازي لبرامج اكتشاف الأصوات الجديدة أرب آيدول في العالم العربي. كمان اتسبب الشبه الفظيع اللي بينه وبين مبارك في دهشة المتابعين واستغرابهم كمان، وبقت كل الكومنتات والقلش نازلين يرفعوا في التعليقات. فقال مثلا شخص من المتفاعلين: سبحان الله، ده فولة واتقسمت نصين ويخلق ما لا تعلمون، ده نسخة واتقسمت نصين من مبارك. وشخص تاني كمان قال: قعدتوا تقولوا ولا يوم من أيامك يا مبارك لحد ما ربنا بعت لكم النسخة الهندي منه. وقالت كمان بنت: إيه ده، هو أنت ورانا حتى في الهند؟ طب نروح فين يا جدعان؟ كمان شبيه مبارك الهندي هو مغني عمره 65 سنة، وطلع كمان صاحب بصمة كبيرة في عالم السينما الهندية بأغانيه اللي ارتبطت بمجموعة من الأفلام المشهورة، وبيعتبر انطلاقه كنجم كان مع شاروخان، وبيظهر مع شاروخان في أغلب أفلامه، وبيغني النجم الهندي العالمي أغانيه. وشبيه مبارك الهندي ده من عائلة بنجالية متوسطة، وأبوه رفض حبه للغنى من بدايته، ولكنه سافر مومباي في سنة 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، وقرر وقتها انه يجري ورا حلمه لحد ما أصبح من أشهر مطربين الهند. بدأ كمان المطرب الهندي الغنى على المسرح من سنة 1970، وعشان بقى يحقق حلم النجومية عاش في غرف صغيرة ودور ضيافة بقيلة، وكمان اتبهدل قوي سنين كتير عشان يوصل، وكان خلاص وصل لمرحلة اليأس وهيرجع بلده، لولا بس ان جاله في آخر لحظة مكالمة تليفون من آردي بورمان، وكمان كان بيكلمه عشان يغني في الفيلم الأول لابن ديف آناند. وحصل كمان المطرب الهندي على فرصة الغناء مع ممثله الأعلى كيشور كومار في نفس الفيلم، وبعد كفاح طويل وصل لجنة التحكيم في البرنامج عشان يتكرم، وده بسبب مساهمته في صناعة السينما، وكان الفيديو المتداول ليه في حلقة من الحلقات وهو بيساعد واحد من المتسابقات على إلقاء النوتات الصحيحة للأغنية. وفي النهاية بقى تفتكروا إيه سر الشبه الفظيع ده بينه وبين مبارك رحمه الله؟ مستنيين رأيكم في التعليقات.